اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اعرفك يعني ايه عنق زجاجه. يلا بينا. ناس كتير منا ما تعرفش يعني ايه عنق زجاجه او تحل مشكله عنق الزجاجه ازاي. انا النهارده في الفيديو ده هعرفك اذا كان عندك عنق زجاجه او لا، وازاي تحل المشكله دي. اول حاجه، عنق الزجاجه بيحصل في كذا حاجه. ممكن تحصل في خطوط انتاج، ممكن تحصل في الكمبيوتر، ممكن تحصل في الشبكات. بس انا جاي النهارده اشرح عنق الزجاجه على اجهزه الكمبيوتر. عنق الزجاجه بيحصل ازاي في الكمبيوتر؟ بيحصل ممكن عن طريق القطع بتاعته. ممكن يحصل في البروسيسور، في كارت الشاشة، في الهارد بتاعك. نفهم بقى يعني ايه عنق زجاجة. عنق زجاجة ده بيحصل لما تكون في قطعة ضعيفة وفي قطعة معاها قوية. يعني ايه او بتحصل ازاي؟ يعني مثلا نفترض كده عندنا ان البروسيسور قوي وكارت الشاشة ضعيف، فاحنا مثلا عملنا شوية اوامر او احنا بنلعب لعبة، فبيوصل للبروسيسور عباره عن شويه معلومات هو بيحللها وبيبعتها لكارت الشاشه عشان يظهر لك الصوره اللي على الجهاز. فالبروسيسور بيحلل وبيعالج المعلومات بسرعه. بعد ما بيعالج المعلومات بسرعه بيبعتها لكارت الشاشه. كارت الشاشه بقى لو عندنا ضعيف، عقبال ما توصله المعلومات ويبدا يترجمها ويعرضها لك على الشاشه، تحس ان في تعليقه كده في الجهاز وتحس ان هو اداؤه مش قد كده. فتقول ايه، الجهاز فيه مشكله، الجهاز ده انا جايب مثلا بروسيسور كويس جايب بروسيسور عالي. طب لو فرضا مثلا لو العكس، كارت الشاشه قوي البروسيسور ضعيف، البروسيسور عقبال ما يعالج المعلومات ويبعتها لكارت الشاشه، هتكون مثلا الجهاز هنج عندك، تحس ان بقى في ايه، في فريمات بتدروب، في حاجه غلط بتحصل، والجهاز بيهنج ومش مطلع الاداء الكفايه اللي انت محتاجه. فده يعتبر عنق زجاجه، ان في قطعه قويه وقطعه ضعيفه. ازاي بقى اعالج المشكله دي؟ تعالج المشكله ديت في انك اول حاجه بتدخل على الجهاز وتبدا تحلل الموضوع، تشوف انه قطعه عندك ضعيفه. انا عامه بشوفها من التاسك مانجر. في اكتر من برنامج بقى بيحلل الموضوع دوت زي سي بي يو زد. بس الموضوع مش محتاج تحليل، يعني انت هتعرف بنفسك من التاسك مانجر انه المستخدم اكتر. هتلاقي السي بي يو مثلا 100% مثلا والجي بي يو 30%، هتعرف ان السي بي يو محتاج يتغير. دي بالنسبه ازاي نحل المشكله بتاعتنا. طيب انا بقى لسه ما اشتريتش جهاز وعايز اتجنب المشكله دي. اول حاجه لازم تبقى عارفها انك عايز تشغل على الجهاز ايه. يعني عايز تشغل العاب معينه او تشغل برامج معينه، لازم تعرف البرامج ديت والالعاب ديت بتشتغل على انه امكانيات. طب انا بالفعل عندي عنق زجاجه، اعمل ايه؟ هتشوف القطعه الضعيفه وتغيرها فورا عشان تبدا تاخد اعلى اداء من الجهاز. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انك تكون فهمت يعني ايه عنق زجاجه وازاي تتجنبه. اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب عشان انا بحبك. دلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.